اهلا بيكم في اول حلقه من سلسله ما ينفعش ما تعرفش. وحبيت ابدا السلسله دي بكورس مهارات التواصل الفعال. مهارات التواصل الفعال مش هتنفعنا بس في التعامل مع الاخرين، هتنفعنا كمان في استقبال الكورسات والمعلومات اللي ممكن نقدمها في الفتره الجايه. فعشان كده حبيت ابتدي بيها. قبل ما نتكلم عن التواصل الفعال لازم نفهم ونعرف النظام اللي بيحصل فيه التواصل، الكوميونيكيشن سيستم او نظام التواصل، اللي هو اهم عنصرين فيه طبعا المرسل والمستقبل، اللي بيرسل رسالة واللي بيستقبلها. لكن مع الإرسال والاستقبال للرسائل دي والتواصل في نظام، في عدة عناصر مهمة جدا لازم نعرفها. أول عنصر أو مرحلة هي مرحلة الإنكودينج. والإنكودينج ده عشان نفهمه كويس هديك مثال بسيط جدا. حضرتك لما بتيجي بتتكلم في الميكروفون اللي بيطلع هو منك صوت بشري، والميكروفون ده بيتعامل بالكهرباء، فيه سلك بينقل الصوت ده. طب هو بينقله ازاي؟ الميكروفون بيعمل مرحلة الإنكودينج دي، ان هو بيحول صوتك البشري لنبضة كهربائية ينفع تتنقل في السلك، وبالتالي المسج هتمشي في القناة المخصصة ليها. طيب في الحياة العملية او في يعني التواصل مع الاشخاص، ايه اشهر مثال للموضوع ده؟ اشهر مثال والله هو الترجمة. انت لما بتكلم حد ما بيتكلمش لغتك، اول حاجة بتعملها انك بتترجم الكلام عشان يقدر يفهمه. دي تعتبر عملية انكودينج. طيب الرسالة مشت في الميديم، في بقى هيجي حد يستقبلها بيعمل لها عملية ديكودينج، هي عكس الانكودينج بالظبط، بيفك التشفير بتاعها. لو تفتكروا زمان الريسيفر بتاع الدش كان اسمه ديكودر، لان هو فعلا بيعمل عملية فك للشفرة. طيب فك الشفرة في المثال بتاع الميكروفون ده هيكون ايه؟ هيكون عند السماعات بتستقبل كهرباء عن طريق السلك وبترجعها تاني صوت بشري. يبقى الريسيفر هنا قبل ما يطلع الرسالة او يفهمها او تبقى مسموعة كصوت في المثال بتاع الميكروفون، عمل عملية ديكودينج. طيب الفيدباك هنا هو ايه؟ هو ان انا سمعت الصوت، يبقى كده وصل. طيب نرجع تاني بقى نسيب المثال بتاع الميكروفون ونتكلم على النظام ده بيننا كبشر. انا جيت بعت الرسالة، هعمل لها انكودنج. مثلا لو لغة حد يعني بيتكلم لغة غير لغتي فهضطر اترجم، والرسالة اتبعتت وهو وصلها فك شفرتها فهمها. الفيدباك دايما بيتبعت للسندر عشان يفهمه انا والله فهمت رسالتك، انا الرسالة وصلت او ما وصلتش، او في جزء منها صغير ما وصلش او محتاج انك تعيدها من الاول تاني. وده مهم جدا، لان لو الفيدباك ما اتبعتش السندر هيفهم مثلا ان الرسالة وصلت وهي ممكن تكون ما وصلتش، او ممكن تكون وصلت بشكل خاطئ محتاج انه يصححها، او في حتت صغيرة محتاج ان احنا نوضحها او نبينها او نعيدها. فالفيدباك مرحلة مهمة جدا لازم الريسيفر يعملها علشان يفهم المعلومة صح، وعشان السندر يتأكد هي معلومته وصلت ولا لا. طيب ايه المشكلة اللي بتقابلنا بقى في المرحلة بتاعة التواصل الفعال في الكوميونيكيشن سيستم؟ هي النويز، ان بتيجي مشتتات على الرسائل اللي بنبعتها، سواء من عند السندر او سواء اثناء ان الرسالة بتتبعت او عند الريسيفر. ممكن المشتتات دي لو انت واقف بتكلم واحد صاحبك تليفونك يرن او تليفونه يرن، او في النص حد يعدي يتكلم، او تشتغل اغنية بصوت عالي، كل دي مشتتات. دي ابسط امثلة ليها. النويز طبعا ليه حدود عشان اقدر اقول ان الرسالة وصلت بشكل صحيح، لان لو النويز وصل لحد معين زاد عن حدوده ادى الى ضياع معنى الرسالة، يبقى كده الرسالة ما وصلتش خالص ومحتاج ان انا اعيدها من الاول تاني. انواع التواصل عندنا كتيرة جدا، هنحاول نلخصها في 5 انواع. اول نوع هو التواصل اللفظي، وده التواصل الاساسي العادي اللي انا بستخدم فيه الكلمات والمحادثات الشفويه، ان انا بكلم حد عشان انقل له المعلومه، بكلمه فيس تو فيس او عن طريق التليفون او كل الطرق دي، بس بستخدم كلمات وحاجات شفويه عشان انقل المعلومه والافكار. النوع الثاني والناس بقى عندها بيه وعي كبير اللي هو التواصل الغير لفظي، اللي هو بيسموه يعني البادي لانجوج، تعبيرات الجسد وتعبيرات الوجه. ممكن بحركة أو إيماءة أو نظرة عين أوصل رسالة بدون ما استخدم كلمات، وده مهم جدا. لو ما اهتمتش بيه هيأثر جدا على التواصل الفعال بيني وبين الآخرين. النوع الثالث هو التواصل الكتابي، اللي هو على الكلمات المكتوبة، ببعت رسالة، مذكرة، ببعت إيميل. وممكن كمان المقالة اللي الكاتب بيكتبها، دي تعتبر نوع من أنواع التواصل. هو بيكتب مقالة بيعبر فيها عن آرائه، بيوصل لك معلومات
ينطبق عليها نفس قواعد التواصل ما بين الأشخاص. التواصل الكتابي للأسف بيقابلنا فيه مشكلة إن ما بقاش شايف ردود أفعال أو تعابير الشخص اللي بيكلمني. ساعات مثلا لو بتكتب لحد بالإنجليش وكتبت الحاجات كابيتال ليترز بيقولك ده بيزعق، او لو كنت مقتضب في الرد يقولك ده زعلان او مغرور مش عايز يكلمني. للاسف دي بتعمل ساعات فشل للتواصل الفعال، بيحصل ميس كوميونيكيشن كبير جدا لو حصل تواصل كتابي مش مفهوم او بيتفهم منه رسائل خاطئة. النوع الرابع هو التواصل البصري، ان انا بستخدم الصور بس او الرسوم البيانية. وطبعا التواصل البصري ده كان من أول أنواع التواصل في التاريخ. هتلاقوا دايما الإنسان في العصور الأولى كان بيستخدم الرموز، بيحفرها في الكهوف، بيعمل كل حاجة كانت بالرموز، حتى الكتابة الهيروغليفية بتستخدم الرموز. فكان موضوع التواصل البصري ان انا بشكل من غير ما اتكلم بوصل لك معلومة، ده من اول انواع التواصل، وبنستخدمها لحد دلوقتي في اشارات المرور، في المطاعم، في المعامل، في العلامات الارشادية بنستخدم النوع ده من التواصل بشكل كبير. اخر نوع هو التواصل الالكتروني، اللي هو طبعا وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، انك تعمل شات مع حد، بتتكلم مع حد، بتعمل رياكت على بوست حد حطه، بتكتب لاف، لايك، انجري، كل ده نوع من انواع التواصل. وطبعا بتوصل للاخرين، يعني انت مثلا لو حد عامل بوست واديت رياكشن معين عليه، ده بيوصل له رسالة، ده نوع من انواع التواصل. فمهم جدا ان احنا نهتم بشكل التواصل الالكتروني ده، وانه ازاي يبقى فعال ونقلل مشاكله على قد ما نقدر. وعلشان نقدر نعمل تواصل فعال لازم نعرف ايه العوائق اللي بتقابل التواصل الفعال ده، ونبتدي نحاول ان احنا نقضي عليها. اول نوع من العوائق هو العوائق اللغوية، وهنا هنتكلم عن 6 عوائق ممكن تقابلنا في العوائق اللغوية. اول حاجة هي الرسائل ذات الصياغة السيئة، ان الكلام يكون مش منظم او الرسالة فيها غموض، بيكون صعب فيها افهم ايه المقصود من الكتابة. عشان كده مهم جدا وانت بتكلم حد ان يكون الصياغة واضحة وما فيهاش غموض ولا حاجات ملتوية ولا معاني تحتمل، يعني كلام يحتمل معنيين. لازم اكون واضح وابعد عن الغموض على قد ما اقدر عشان اللي قدامي يفهم المقصود. الحاجة التانية في العوائق اللغوية هي الرموز او كلمات بمعاني مختلفة، ان انا استخدم كلمات او رموز بتفسيرات مختلفة ممكن الناس تفهمها بشكل خاطئ، وده بيكون اكتر لما بيكون في فرق في الثقافات او في اللغة. يعني في حاجة مشهورة جدا ظريفة، ان الناس في بلغاريا عندهم العلامة اللي هي بتاعت موافق دي معناها لا، والعكس صحيح. فتخيل انت حد بيطلب منك حاجة وتعمل له إيماءة كده براسك يمين وشمال، اللي انت بتفهمها انها لا دي معناها انها وعكسها صحيح. فطبعا لازم اخلي بالي اللي انا ببعت له ده هيفهم الرموز او الكلمات اللي انا بقولها دي، لان دي ممكن تكون من خلفية ثقافية، حاجة بيفهمها بس مجموعة صحاب مع بعض، ناس في شركة هم عارفين ايه الرموز دي او الكلمات دي بتوصل معاني شكلها عامل ازاي، وغيري مش هيفهمها. النوع الثالث هو واضح جدا طبعا، الترجمة الخاطئة، انك تستخدم مثلا محرك بحث او تستخدم برنامج بيترجم ويكون بيترجم ترجمة حرفية مش هتوصل المعنى، او حد يكون مترجم غير امين، مرضاش يقول مثلا ان انا ما بعرفش والله اترجم، وترجم ترجمة خاطئة بس عشان ما يحرجش، وفي الاخر وصلك انك بتوصل المعنى لغيرك بشكل خطأ وبتستقبله بشكل خطأ. الترجمة الخاطئة مشكلة كبيرة جدا لو قابلتها وبتسبب مشاكل كبيرة. الحاجة الرابعة الافتراضات الغير موضحة، ان انا افترض ان الشخص فاهم كل حاجة من غير شرح، فابتدي اديله المعلومة وما اديلوش ليه انا بقول له الكلمة دي، او ايه الخلفية بتاعتها، او ايه العواقب اللي هتترتب عليها، او ليه انا بقول له كده في الوقت ده، لاني مفترض ان هو فاهم. طبعا هو ممكن ما يكونش فاهم اللي انا مفترض ده، فيحصل يعني طبعا فشل للتواصل الفعال بالشكل ده. الحاجة الخامسة هي المصطلحات التقنية، ودي بتقابلنا كتير جدا. يعني مثلا دكتور أو مهندس شغله بيعتمد أو في بعض المصطلحات اللي ما بيشتغلش في مهنته ما بيفهمهاش، يبتدي يتكلم بيها مع الآخرين اللي هم مش من مجاله، اللي هم مش هيفهموا المصطلحات دي. أي حاجة محتاجة تواصل مع حد تقني
المفروض الشخص التقني ده يستخدم مصطلحات مبسطة، مش مصطلحات معقدة ما بيفهمهاش غير اللي بيشتغل في المجال ده علشان غيره يفهمها. الحاجة السادسة فك رموز لغة الجسد والإيماءات، إن أنا أفك الإيماءات ولغة الجسد بشكل خاطئ، أفهمها أنا بشكل غلط بناء على ثقافتي، بناء على خلفية، بناء على موقف بيني وبين الشخص ده بشكل معين، أو بناء على ثقافة مختلفة. نفس النقطة التانية اللي هي زي ما قلت لكم، الناس في بلغاريا مثلا عندهم المشاورة هي لأ، ولا هي فدي مشكلة. فلغة الجسد ممكن تختلف حسب الثقافة أو حسب الخلفية الاجتماعية، وده ممكن يؤدي لسوء فهم كبير. النوع الثاني هو العوائق الفسيولوجية والعاطفية، مثلا زي التقييم المسبق أو المتسرع. يعني إيه؟ يعني إن أنا أكون قبل ما أتكلم مع حد أو أتواصل معاه عندي تقييم مسبق لشخصه أو معلوماته أو الكلام اللي هيقوله، فبالتالي مهما يقول مش هيغير في رأيي، ومش هبقى منتبه ليه ولا هسمع أي حاجة. أو التقييم المتسرع، اللي هو بمجرد ما يبتدي كلام أو سرد معلومة أو سرد قصة، أبتدي أقيمها في دماغي أو أقيمها قدامه، وده هيمنعه إن هو يستمر في الشرح، أو أنا من عندي هوقف استقبال أي كلام منه. الحاجة التانية نقص الانتباه، إن أنا ما بقاش فيه تركيز وأنا بكلمه، ده هيقلل فرصة فهم الرسالة. أكون والله بفكر عندي مشكلة في الشغل، عندي مشكلة في البيت، بفكر في حاجة تانية هعملها بعد ما يخلص الميتنج ده أو التواصل ده بيخليني أفقد كتير جدا من الرسائل اللي بيبعتها لي المرسل. أو برضو إن أنا ما كنش منتبه وأنا بوصل المعلومة، فبالتالي مش هقدر أوصل المعلومة لغيري بشكل كويس. الحاجة التالتة هو في الفقدان أثناء النقل وضعف الاحتفاظ بالمعلومات. كتير من المعلومات بتضيع خلال النقل بين الأطراف، ده بيبقى بسبب الذاكرة الضعيفة، أو بأن شخص بينتقي حاجات معينة إن هو يقولها وحاجات تانية ما بيقولهاش، سواء لغرض يعني مباشر هو مش عايز يوصلها، أو سواء بينساها، أو هي بالنسبة له شيء غير مهم. الحاجة الرابعة هي انعدام الثقة، إن أنا ما يكونش فيه ثقة بين الأطراف، إن أنا ما واثقش في الشخص اللي بيوصل لي المعلومة ده، أنا ما واثقش في علمه، ما واثقش في شخصيته، فبالتالي اي حاجه هيقولها مش هبقى مصدقها قوي. او ما اكونش واثق في نفسي، فاكون بتكلم وانا مهزوز، بنسى معلومات، ما بقولش المعلومات كامله، ده برضو بيؤدي ان الرساله غالبا ما بتوصلش بشكل صحيح. ثالث نوع هو العوائق التنظيميه، ودي غالبا بنلاقيها في الشركات والمؤسسات الكبيره. اول حاجه فيها غياب السياسات التنظيميه، غياب السياسات الواضحه في الشغل، ولو مفيش قوانين او اجراءات واضحه بتعرفك المسار بتاع التواصل مع الناس اللي انت بترأسها او مديرينك، التواصل بيكون للأسف غير منظم. تاني حاجة هي القواعد واللوائح، لو القواعد والقوانين موجودة بس صعبة وصعبة الفهم ومش موصلينها للموظفين بشكل جيد، ده هيؤدي برضو لغياب التواصل الفعال. تالت حاجة هو التوجه السلطوي للإدارة. ليه الإدارة الديكتاتورية؟ اللي هو المدير محتاج رد واحد او فيدباك واحد بس، اللي هو الطاعة ونعم. مفيش اي فرصة انك تقول ان انا مش فاهم او عندي رأي او انا ممكن اعدل حاجة او اخلي حاجة بشكل احسن. ده مفيش فيه تواصل، ده بيسموه اللي هو التواصل من جهة واحدة، بيدي امر مستني نتيجة واحدة فقط. رابع حاجة تعقيد الهيكل التنظيمي، ان يكون فيه طبقات كبيرة جدا وكتيرة ومستويات إدارية كتير في الهيكل التنظيمي، وده بيضيع الرسائل بين الطبقات، ما بتبقاش عارف مين بعت ايه لمين، والناس مش عارفة تتواصل ومش عارفين يعملوا تتبع للرسائل او التواصل او ما بينهم او الشغل ازاي. دي مشكلة كبيرة جدا. غياب الهيكل التنظيمي مشكلة، وتعقيد الهيكل التنظيمي مشكلة برضو. خامس حاجة ان يكون في تدريب غير كافي على التواصل الفعال، ده شيء بديهي ان انا بطلب من موظفيني انهم يتواصلوا بشكل افضل، وانا مش بقدم لهم التدريب اللي يوصلهم لده. يبقى لازم الموظفين هم محتاجين تدريبات عشان يعرفوا يتواصلوا مع بعض بشكل افضل، وده هيؤدي ان العمل يتم انجازه بشكل افضل طبعا. اخر حاجة هي قلة التسهيلات التنظيمية. يعني ايه قلة التسهيلات التنظيمية؟ يعني ما عنديش ادوات بديها للموظفين الموجودين في المؤسسة انهم يتواصلوا مع بعض بشكل جيد، زي مثلا التليفونات، الانترنت، ان انا مثلا اعمل لهم اجتماعات منتظمة. انا لو ما عملتش ده وسهلتش التواصل سواء المباشر او غير المباشر، ده هيؤدي طبعا لتعطل التواصل. رابع نوع هو العوائق الشخصية،
وممكن في العوائق الشخصية يقابلنا مشكلات زي اللي هنتكلم فيها دي.